هقول لك على قصه دلوقتي هتعرف ان الكره المصريه دي هتفضل ورا طول عمرها. في 2017 فيكتور اوسيمين، ايوه فيكتور اوسيمين لاعب نابولي واللي بيلعب دلوقتي في تركيا، تعرض على نادي الزمالك. حاجه يا اسطى، اعمل متابعه، هي تكه زرار مش هتفرق معاك كتير بس هتفرق معايا انا والله. كان في ساعتها كاس عالم للناشئين تحت 17 سنه، وفيكتور اوسيمين ده كان بيلعب فيه وخدوا كاس العالم. ايمانويل ايمونيكي لاعب الزمالك السابق عرض على نادي الزمالك، قال لهم خدوا فيكتور اوسيمين، الراجل ده هيبقى عالمي قدام، هيبقى لاعب جامد جدا. وقالوا لهم عايزين 500,000 دولار. يقوم بقى الموسيقار مرتضى منصور يعمل ايه؟ قال لهم لا، انا هدفع في لاعب صغير عنده 17 سنه 500,000 دولار، انا هروح اجيب ادشن بونج بتاع الداخليه، لعب معانا سنه ولسه بياخد في فلوس لغايه دلوقتي ورفع علينا غرامات وعايش على قفا الزمالك، وفتح اكاديميه في بلده وخلصنا. تخيل انت بقى لو التفكير كان اتغير وكان جاب مرتضى، كان جاب فيكتور اوسيمين، على الاقل ما كناش هنندين زي ادشن بونج اللي بياخد مننا فلوس لحد دلوقتي، كان هيبقى اسمنا معانا مهاجم عالمي. شوف فيكتور اوسيمين دلوقتي عامل ايه.